يا مساء الفل يا ولاد، عاملين ايه؟ ده الجزء التاني من الفيديو. اليوم طويل، اليوم طويل. الفيديو اللي انا نزلته ليكم بتاع السوق، لما قلت لكم انا هسيب حاجة السوق زي ما هي وهدخل ارتاح. قمنا بقى من النوم، صلينا وقلنا نفطر بقى، ما احنا كنا نمنا من غير ما نفطر. واجركم الله على الغسيل اللي عايزه اقول لكم ايه. احنا ولا هنخلص من غسيل الهدوم ولا المواعين. بس الحسنة الوحيدة في غسيل الهدوم ان هي بتتغسل لوحدها. اه والله. نشرنا بقى الغسيل ده تاني دور، ده وفي دور تالت والله عايز يتنشر دلوقتي وانا بمنتج لكم الفيديو. ننشره ما شاء الله، الجو حلو قوي، الهوا ها في نسمة هوا شوية. على فكرة انا نشرت قبل ما نقعد نفطر. انتوا عارفين الفطار ده كان الساعة كام؟ كان بسم الله الرحمن الرحيم كده تقريبا الساعة 3 العصر. فناكل يا ولاد. وطبعا لما بنقعد ناكل احنا ما بناكلش لوحدينا، احنا بناكل الكائنات اللي موجوده في البيت معانا. اخدتكم في دوكا كده وما سمناش الله ولا صلينا على الرسول وندخل على المدعكه. بس قبل ما اجي ناحيه المدعكه هعمل لي كوبايه قهوه. ايوه والله ما قادره، كوبايه قهوه كده تدينا باور وتدينا طاقه شويه. والله انا ما كنتش كيفة قهوه يا ولاد، بس بصراحه ما بقتش اقدر اشتغل غير لما اشرب لي فنجان قهوه والله. بس مش فنجان بقى، كوبايه. شفت انتوا اللي اول ما بتشطح تنطح؟ يعني ولا كيفة شاي ولا كيفة قهوه. بس خلاص بقى حسيت ان انا ما بقتش اقدر اشتغل غير لما اشرب كوبايه قهوه وليس فنجان يا ولاد. المهم حتى القهوه ما قلت هولع عليها واسيبها على نار هاديه كده على ما نعمل شويه حاجات. اقول لكم ايه بقى؟ يلا نعين الحاجة من على رخامة المطبخ. هي هتدخل في التلاجة زي ما هي، ما فيش غسيل. حطيت الطماطم وحطيت البتنجان وادي كيسين الشطة. اهم حاجة الحمد لله ان التلاجة نظيفة. والخضرة بصوا حتى كوباية القهوة مش متهنية عليها. الحاجة الوحيدة اللي كانت نظيفة في المطبخ البوتاجاز. قالت والله ولا سيبك في حالك لا اوقع لك القهوة على البوتاجاز. المهم امي الله يحفظها ويديها الصحة وما تحرمش منها وطول العمر ليك يا امي يا غالية يا حبيبتي يا روح الروح. كانت عندي فانا عملت لي قهوه وهي قالت انا عايزه اشرب شاي بالليمون، فعيني لامي وروحي لامي. يعني بص عايزه اقول لكم كتر الف خيرها ان انا بطلب طلب من ابني عشان هو يجيبه، وهي اللي جابته ورجلها وجعاها. ما تحرمش منك يا روح الروح. وجود الأم برضه يا ولاد في الحياة نعمة. نعمة، فاللي ليها أم ما تتحرمش منها يا رب. واللي أمها توفت ربنا يرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ادعي لها لعلها تكون ساعة إجابة وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أم ربنا يحفظها ويشفيها يا رب. روحت. فقلت بقى إيه، أدخل أشوف اللي ورايا في المطبخ. فيلا بينا. عايزه اقول لك ان الترابيزه اللي في المطبخ دي متحركه، يعني بتدخل في المطبخ زي ما انتم شايفين وبخرجها وقت ما احب. فقلت بصراحه قبل ما اعمل اي حاجه برضو انضف البوتاجاز على السريع جدا على السريع كده، لان لسه ما عملتش الغدا. ممكن واحده تقول لي ايه الهدف من الفيديو ده؟ عايزه اقول لك والله بصي ان انا بشجع نفسي قبل ما اشجعك. حرفيا بجد بكون تعبانه ومش قادره اقف على رجلي اصلا. مجرد والله مجرد ما بفتح التليفون وابدا ان انا اصور، سبحان الله تحس ان انتوا معايا. شفت انت اللي كانها قاعده مع صحابها كده وبتشتغل، فالوقت بيجري. فهو كده. فلو وراكي حاجه في المطبخ او وراكي حاجه في البيت وانت قاعده كده معايا، قومي استغفري ربنا واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وشوفي اللي وراكي واعمليه. بس قبل ما تقومي حط اللايك، ولو بتشوفي القناه لاول مره يا ريت تشتركي فيها وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك كل جديد. تمام يا اختي؟ تمام يا اختي. المهم يا ولاد، بعد ما حطيت الليمون في التلاجة جبته تاني وغسلته وحطيت عليه ميه وحطيته على البوتاجاز يغلي. الكائنات اللي معانا في البيت جعانه، اقدر بقى انا ما اكلهاش؟ يا بنتي فين الاكل بتاع القطط دي؟ حطينا لهم الاكل وقدامهم الميه وقلنا نشوف اللي ورانا علشان خاطر برضه ايه ما نتحاسبش عليهم. اذ فجأة النور قطع. والله العظيم زي ما بقول لك كده، بس الحمد لله ما طولش. على ما النور جه كان الليمون غلي ما شاء الله زي ما انت شايفه كده. بسلق الليمون عادي. فبصي يا ست الكل، هطفي بقى على النار. في كام ليمونه اتفتحت كده عادي، انا عايزه الليمون يستوي. هطفي على النار واشوف شويه المواعين اللي في الحوض غسلتها دعكتها بس، وشطفت شويه منهم وقلت اما اشطف الباقي معاكم. يلا سمي الله كمان مره. وهاتي حوض المطبخ بتاعك كده ونضفي اللي فيه. اكيد هتلاقي فيه، والله ما بفضل. اكيد هتلاقي فيه. انا بمنتج معاكي الفيديو وكنت غاسله المواعين، وطول ما انا واقفه بطبخ المواعين اللي تتوسخ معايا اغسلها والله. وفي مواعين دلوقتي بس والله ابدا ما اعمل حاجه، ده انا كعب رجلي مولع نور. فالمهم يا ولاد خليكم في الفيديو هنا والطاقه الايجابيه، خليكم كده في الطاقه الايجابيه. عايزه اقول لكم ان ده ملامين جوازي يا ولاد.
المهم شطفت الحاجه اللي اتدعكت، والحوض ما شاء الله زي ما انتم شايفين نضف. يلا بينا نعمل الغدا. بس علشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده، قولي طولي براحتك واكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، هعمل الفرخه في فيديو لوحدها. بصوا هنا ما شاء الله المطبخ رايق جدا. الحاجه اللي انتوا شايفينها على الرخامه دي ما اقدرش اشيلها دلوقتي علشان خاطر انا لسه عندي شغل، يومي طويل يا ولاد والله ادعوا لي. عايزه اقول لكم يعني انا دلوقتي الساعه 3 بالليل، عارفين يعني ايه الساعه 3 بالليل ولسه ما خلصتش اصلا. فقلت امنتج الفيديو بس علشان خاطر يلحق يحمل، عندي النت وحش جدا فبيقعد وقت طويل يحمل. فقلت قبل ما اكمل اليوم بقى واشتغل، مهم جدا ان انا اكنس الارض وامسحها مسحه خفيفه كده، مسحه بسيطه علشان خاطر بس المكان يكون نظيف حواليا وانا بشتغل. بصوا ما شاء الله صينيه الفراخ حاططها في الفرن، دي وصفه فراخ هايله يا ولاد. هسيبها ان شاء الله، هسيب لكم الرابط بتاعها تحت في الكومنتات علشان هتنزل على صفحه الفيسبوك. بصوا بقى فرشت الفرشه دي، انا عارفه ان هي مش نظيفه بس الفرشه الاصليه بتاعه المطبخ نظيفه الحمد لله وغسلاها، بس قلت مش هفرشها غير لما اخلص شغل المطبخ النهارده كله. جبت الخضار والفاكهه اللي كانت محتاجه تتغسل، قلت بقى اغسلها. انا حطيتها في التلاجة حفاظا عليها لاني مش ضامنه يومي بصراحه، عندي شغل فما كنتش اللي هو ايه مش عارفه هقدر اشتغل فيها ولا لا. وعايزه اقول لكم ان انا جبتها حطيتها في الحوض، طبعا الحوض اتغسل جدا حلو جدا مكان الفراخ، واتعقم بالخل كمان والليمون، وحطيت ميه وفيها شويه خل وهنقع فيها بس ايه 10 دقايق الخضار والفاكهه دي. جنب صينيه الفراخ دي هعمل شويه رز ابيض بس مش اكتر. وجبت بقى الملايه دي علشان خاطر احط عليها الخضار بعد ما اغسله. بصوا بقى احنا نقعناهم شويه، هغسل الفاكهه. طبعا انتوا عارفين انا جبت التفاح والكمثرى ده دي من السوق، هغسلها هي واحده واحده بس، لكن الباقي هغسل كده اهو بالكبشه. ايوه اغسلي بالكبشه بس وانت بتغسلي بالكبشه ادعاكي يعني ايه ادعاكي الشطه. تمام. حبايب قلبي اللي هم لما خللت الفيديو قالوا لي اغسليها قبل ما تفتحيها، طبعا هم عندهم حق. لان انت لما بتغسليها قبل ما تفتحيها ما فيش ميه بتدخل جواها تبوظها. تمام. بس الحمد لله ما لحقتش تبوظ اصلا لان كنت عامله شويه صغيرين. حطيت بقى الفاكهه في التلاجة وكم حبيت الطماطم انا محتاجاهم، وهغسل الشطه والخيار بقى بالشكل ده. وعايزه اقول لكم ان انا حطيتهم على الفرشه نفشوا نفشوا نشفوا حلو قوي من الميه، الخيار والشطه نشفت حلوه قوي من الميه، وده اللي يهمني علشان خاطر لما اجي اخليها ما يكونش فيها اي ميه. فبصوا بقى يا ولاد قلت اما اجيب حبايتين طماطم وحبايتين خياره وحبايه بصلايه وفص واحد توم، دي سلطه بلدي سهله وبسيطه وسريع، اسرع سلطه بعملها بصراحه، بتنفع جنب اي حاجه. خيارتين حبايتين طماطم بصلايه زي ما قلت لك، بصلايه نونه كده، وفص واحد بس من التوم، سنه خل وعصير ليمون وشويه ملح وشويه فلفل وقلبيها وبس كده. تعالي اوريكي حبيبه الغدا بعد ما خلص. ما شاء الله ده شكل الغدا يا ولاد، بالف هنا وشفا. استنوا الجزء الثالث بتاع اليوم يا ولاد.